التنسيق حاليا انت لحد 60 درجه، لحد 60 درجه او 60 درجه تنقص 60 درجه وما زلت في كليه طبيه، تلحق صيدله، تلحق هندسه، ما بتحتاجش تراجع. لكن انت في السنتر تروح الدرس، انت مش ضامن تفهم ولا ما تفهمش. طب لو نفترض ما فهمتش، بترجع تاني تشوف حصه على اليوتيوب، بتقعد ساعتين بعد الدرس، فانت كده اكنك قعدت كميه كبيره عشان تفهم بس. ده ما ينفعش مع طالب ازهري، انت عايز تخلص، عايز تنجز، ويومك يبدا من بعد الفجر. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله دوت يعني اعتبره كده بودكاست يعني ايه، مش غير محضر وغير مهيأ، تمام، واعتبره غير مرتب. ان شاء الله هنتكلم فيه عن الثانويه الازهريه، يعني هنتكلم عن تجربه دكتور عبد الرحمن، تمام، عن تجربته، وبعد كده ننصحكم بقى ايه الاخطاء اللي عملها والنصايح عامه في الثانويه الازهريه هتفيدكم ان شاء الله، تمام. يعني حاول تقدم، يعني تسرع الفيديو زي ما انت عايز، ويعني بس اهم حاجه ما تكونش بتضيع وقت مذاكرتك دلوقتي، يعني ما تجيش تسيب مذاكرتك وتيجي تسمعنا. تيجي تسمعنا اكيد يعني. فحاول بس كده في وقت فراغ معين ليك تسمع ايه هذا الفيديو، ولو وراك يعني مذاكره مراكمها ارجع ذاكر وتعالى اسمع الفيديو بعدين، لان احنا بنحاول بقدر الامكان نساعدكم في الفيديو دوت. يعني هو غير مرتب تمام، بس يعني هو طالع من القلب يعني. فنتمنى لكم كده مشاهده سعيده، وان شاء الله هتستفادوا يعني. مع الف. طيب المهم، صلى على النبي عبد. دلوقتي حضرتك كنت ثانويه ازهريه، ماشي طبعا، وجبت 91%، مشيها 91%، هو 90.7 بس 91%. دلوقتي انت عايزين نفهم الريتم بتاعك الطبيعي من اول شهر 8 في السنه 2020 تقريبا لحد 2021. عايزين نفهم الريتم الطبيعي مش ازاي، وهل اصلا انت كنت بتراكم من اول شهر ولا ما راكمتش، وكنت يعني شاطر جدا في اولى وثانيه ولا ما كنتش شاطر جدا في اولى وثانيه. كل الحبشتكلات دي احنا محتاجينها حاليا يعني. خلاص يا رب يكون فاهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاول كده بالنسبه لسنه اولى وثانيه، انا كنت مش سنه اولى كنت شاطر جدا. تمام، اولى ثانوي، في اولى ثانوي. وجيت بقى في سنه ثانيه المفروض بقى ان انا اكمل بقى التدرج في ان انا اعلى بالمستوى شويه. جت الكورونا، كنت شاطر برضه في الترم الاول في سنه ثانيه، جت الكورونا في الترم الثاني، يعني يعتبر هي اللي كانت فاصله في حياتي. يعني بقت ابحاث بقى وعدينا على طول من ثاني، قطعت التدرج في ان انا اعلي مستواي شويه. جيت بقى في سنه ثالثه بقى فيها رياضه. الرياضه لازم تكون تراكميه، معتمده على بعضها. اولى وثانيه لازم تكون مذاكر بالظبط. فاضطريت ان انا ادرس رياضه ثانيه ثانوي الترم الثاني مع المدرس شهر قبل الثالث ثانوي، تمام. فيعتبر انا بدات السنه من شهر 7 مش من شهر 8. ايوه. بدات السنه بمستوى طبيعي جدا، كنت بذاكر اول باول، كنتش بسيب حاجه، ما كنتش براكم حاجه، شغال مثلا متدرج، انا احافظ على مستواي مثلا في اول 3 شهور. في بدليل كده المواد اللي انا مثلا المواد الشرعيه اللي انا خلصتها في اول 3 شهور دولت انا قفلتها في الثانويه. جيت بقى في اول شهر في نص 11 كده وفي 12 حصلت فتره ايه، زي فتره خمول، فتره ركود، فتره ان انا مش يعني الشغف للثانويه بعد 3 شهور، بعد 4 شهور مثلا 7 8 9 10 و11 او حوالي 5 شهور الشغف بدا يقل. ففي خلال الشهرين دولت اللي هو 12 و1 من نص 11 كده حرفيا يعني كنت مذاكرتي كانت النص بالظبط يعني. بدات بقى ارجع تاني في اول مثلا في نص 1 في اول 2 بدات ان انا ارجع تاني للحماس بتاع الاول. بس طبعا ايه ده كلفني، الفتره دي كلفتني كتير، ان انا في حاجات فاتتني كنت بحاول اجيبها في الفتره ديت. فاللي هو انا من اول نص 1 وشهر 2 و3 كنت بجيب حاجات قديمه مع الحاجات الجديده، يعني براجع قديم مع جديد، فده كان حصل لي ضغطه كبيره يعني. جيت بقى في شهر كام، في شهر 5 بدأنا المراجعات. في شهر 5 ده يعني كانت حصلت لي يعني زي نكبة صحية كده، هي اللي أثرت عليا فعلا في المستوى تاني، يعني اللي هو تاني وقع في نفس السنة، فده اللي أثر عليا مستواي. فكنا خلصنا رجعنا الفيزياء، بعد خلصنا مراجعة الفيزياء حصلت ان انا ايه يعني تعبت فترة كده حوالي اسبوعين 3، ورجعت تاني بقى ايه ابدا ان انا اذاكر بس مش نفس المستوى اللي كنت بذاكر بيه. دخلنا الامتحانات. طبعا المراجعة كانت في شهر 6. شهر 6 ده كان يعني اكتر شهر ضغط في السنة كله، ذاكرت فيه اضعاف اللي كنت بذاكره في اول السنة. شهر 6 وشهر 5 ده اللي هو من نص 5 لغاية 6 ونص 7 على ما بدأت الدروس، يعني بدأت الامتحانات اصلا. في ايام الامتحانات طبعا كنت بذاكر يعني ما كنتش بنام الا 4 ساعات او انام 5 ساعات. جيت بقى قدام ماده الكيمياء بسبب ان حصل الكيمياء دي كنت باخدها اونلاين، كنت باخد درس، كنت باخد درس اونلاين بس. فحصل ان انا كنت مراكم على فيها حاجات كتير جدا، فقلت لاهلي ان انا هاجلها وفعلا اجلتها. فقلت بدل ما اجل الكيمياء لو اجلتها الدور الثاني طبعا، فقلت بدل ما اجل الكيمياء لوحدها اجلت مع الصرف لان كنت خايف منه.
وامتحنت المواد عادي، ودخلت امتحنت المواد عادي. واتذكر ان أنا في ماده الاحياء يعني اعتمدت على مذاكرتي اثناء السنه، ما راجعتش غير الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني، وجبت في الاحياء 56 الحمد لله يعني. بالنسبه بقى للفيزياء، الفيزياء راجعتها كويس جدا يعني. كل يوم كانوا 6 ايام 7 ايام قبل الماده، كل يوم فصل. بفضل الله يعني جبت فيها 55. والامتحان كان فيه مساله كده هي اللي وقعتني، كنت مساله 4 درجات مع نقطه اختياري، فجبت فيها 55. مم. جيت بقى في بعد الدور ما خدتش اجازه بقى، ذاكرت، قعدت بقى بعد الامتحانات ما خلصت اذاكر كيمياء وصرف. لان هو كان عنده دور تاني كيمياء وصرف. ماجلهم من الدور عشان الاول. مأجلهم، فانت مش هتنفع تاخد اجازه زي الناس العاديه. فاخدت اجازه يومين 3 كده اريح نفسي شويه، وبعدين بدات بقى في الصرف. خدت فيه نصه، وبعدين بدات في الكيمياء تاني واخدت فيها حوالي النص برضه، رجعت كملت الصرف ورجعت للكيمياء تاني، عشان برضه ايه ان انا ما ابداش في حاجه واتسحل فيها لغايه مثلا ما تخلص والتاني اهملها. فدخلت امتحان الصرف الاول، مش فاكر كان كيمياء ولا صرف، بس غالبا كان الصرف. دخلت امتحان الصرف والحمد لله قفلته. الكيمياء هي اللي بقى ايه يعني يعتبر عكيت فيها جامد يعني، رغم ان انا اجلتها بس ما زالت عكيت فيها. مم. ومع حبي الشديد ليها برضو دخلت قسم كيمياء في كليه علوم. فظهرت النتيجه طبعا، رحت جبت درجات من المنطقه، لان ما كانتش الدرجات ظهرت على النت، كنت مأجل. لقيت نفسي ناقص 50 درجه. 50 درجه، فانا طبعا عشان تجيب 600، او عشان تجيب مثلا اللي هو تقدير 92 وشويه او 93 وشويه، فلازم تقفل الكيمياء والصرف. فطبعا نقصت في الكيمياء فجبت 91. طيب يعني كمجمل كده احنا مشينا في رحله طويله قوي، جبنا 91%. طيب انا عايز اعرف بقى ايه الحاجات اللي انت شايفها ادت ان انت تقل في ال 50 درجه دول. يعني انا شايف ان انت كنت بتذاكر اول 3 شهور، تمام؟ فكنت انت لو استمريت على الشيء ده، تمام، كنت ممكن تجيب 100% عادي، او 99 95 وتبقى كويس مرتاح كمان. لكن انت دلوقتي اولا وقفت 3 شهور، تمام؟ يعني تعبت 3 شهور بس. انت من وجهة نظرك التعب ده كان يستاهل ان انت توقف ال3 شهور، ولا كنت ممكن تقوم بس انت اللي كسلت؟ لا كنت ممكن اقوم، بس انا اللي فتره كسل. يعني ده اول غلط، ان انا استسلمت لايه، لان انا في تراكمات كتير فاستسلمت لها. بالظبط. يعني ده اول غلطه بتأدي، يعني بتأثر على باقي السنه. يعني انت متخيل مش شهر واحد ولا شهرين، ده 3 شهور، يعني فتره كبيره. ده اصلا لو اسبوع واحد بيأثر، تمام؟ بس يعني في اول نقطه ان انا استسلمت الحاجات اللي زي دي. طبيعي، انت طالب، ما هتعمل ايه يعني؟ استسلمت للشيء ده. رقم 2، ايه الغلط التاني اللي انت عملته؟ ان انت برضو راكمت في الكيمياء حاجات عشان كنت بتاخد اونلاين، صح؟ بالظبط. ما هو مش كل الاونلاين برضو بيبقى حلو. يعني ومش كل ماده تاخد، مفيش في مواد تصلح اونلاين، في مواد لا تصلح اونلاين. لا، ومش شرط، مش في مواد تصلح وما تصلحش. هو الطالب نفسه شايف نفسه هيراكم ولا مش هيراكم، فاهم حاجه؟ بالظبط. يعني هي ما هو كل المواد تنفع اونلاين وكل المواد تنفع اوفلاين، فاهمني؟ بس هو لو بيراكم ما ينفعش معاه اونلاين اصلا. سواء انت عارف لو حتى القران او صرف، يعني حاجه بسيطه خالص اهي بقى مش هتنفع اونلاين. لكن لو هي اصلا ما بيراكمش، يعني هو ما بيراكمش، يبقى يا باشا خش اونلاين على طول، وانت هتجيب اعلى الدرجات كمان، هيبقى فاهم حتى معايا. يبقى اول نقطه ان هو اثر في الوقت ده، واستسلم لحته الشغف دي. وكمان جه فتره بعدها ان انت تعبت. بالظبط. بس دي ناتجه عن اصلا الضغط بتاعك، يعني فاهم؟ يعني الفتره الاولانيه دي كان ما فيش فيها مشكله، يعني ما كانش فيها مشكله تستاهل. لكن الفتره الثانيه فعلا انت كنت تعبان، اللي هي الشهر اللي بعد فعلا. ليه بقى؟ ناتج عن الضغط، يعني كتر الضغط. ما هو قعد 3 شهور ما بيذاكرش، فبالتالي بعدها رجع يذاكر، فبقى الضغط مضغوط 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 مضغوط، فتعب فصل الامتحانات. فده برضه بيأثر على على الامتحان. وبعد كمان برضه ان الجدول بتاع الثانويه الازهريه بيبقى بدري، مش بيبقى زي الثانويه العامه. الثانويه العامه بيمتحنوا في شهر 7 تقريبا، كان في نص 6 تقريبا. نص 6 صح. واحنا بنمتحن بدري، يعني ما بيبقاش في فرصه، يعني انت حرفيا انت مزنوق طول السنه، يعني معايا. بلس انت مثلا بتمتحن اول يوم مثلا فقه، بيبقى اجازه يوم واحد، وتمتحن تاني يوم كان اللي بعد الفقه بيبقى رياضه تقريبا او حديث، حاجه زي كده. انا مش متذكر بصراحه. فاصل يوم. صح. هو بيبقى فاصل يوم، لكن عكس الثانويه العامه بيبقى فاصل كام؟ 5 ايام او اسبوع. فانت لازم تبقى محضر نفسك من البدايه للشيء ده. يعني انت بتقول لهم انا دخلت الاحياء وما ذاكرتش فيها حاجه اصلا ليله الامتحان، وجبت فيها كام؟ 56. طب ده ليه؟ لان انت كنت مذاكر صح طول السنه، محضر نفسك لليوم ده. بالظبط. يعني انت محضر نفسك ان الاجازه هتبقى يومين ونص. ما هو الاجازه كانت يومين ونص للكيمياء، هل هلحق الم الكيمياء في يومين ونص؟ فطبعا لا، ده بيعتمد انت بتخش امتحان بمذاكره
مذاكره طول السنه، ومذاكره طول السنه لازم تكون صح. ما كنت يعني اصلا انت اصلا مش بتبقى بتحل كتير، انت بتذاكر صح طول السنه، مش شرط حل موت يعني فاهمني، بس انت بتذاكر صح ايه طول السنه. تذاكر صح وتحل كتير، لو الحل كتير والامتحانات الكتير ايوه هي انا اللي فاهم، بتفرق معاك انا وتثبت فاهم. الحل المعلومه. الكتير بيثبت المعلومه، بس هل ده معناه ان انت ممكن تخش الامتحان مش ممكن تفضل فاكرها حتى لو ما حلتش؟ يعني انا فاهم كلمه تثبيت المعلومه دي، يعني انا عشان اثبت معلومه ضيعت ماده ثانيه، فاهم حاجه؟ يعني انا عشان اذاكر الكيمياء، ما انا بص انا كان هدفي ايه في الثانويه العامه؟ ان انا اكون مذاكر كل المواد في وقت واحد. ما ينفعش اكون مثلا سايب الرياضه مش فاتحها عشان انا مهتم بالكيمياء والفيزياء، بالظبط. فاهم؟ وبحل فيها كتاب وكتابين ومتممها عشان اجي فيها 60 و60. طب ما انت اصلا هتجيب زيرو، انت لازم زيرو في توازن الرياضه. طبعا. لازم تبقى في توازن، والتوازن ده في الازهر ما بيتحققش. يعني انت عشان تيجي في الازهر تحقق التوازن، انت بتبقى افضل طول السنه كده تحقق التوازن ده، مش هتلاقيه معايا. فتفضل مذاكر كل المواد في وقت ايه؟ في وقت واحد. تبقى لامم الرياضه، لامم الكيمياء. هاجي اسالك في الرياضه، انا عارف الرياضه، مش هتيجي تقول لي انا لسه ما بداتش رياضه. يعني في ناس حاليا في الشهر ده بيبعتوا لي يا مستر انا لسه ما بداتش رياضه. عارف اللي هو ايه؟ يعني انت متخيل انت اصلا تبقى بادئ رياضه؟ احنا في شهر كام انا دلوقتي؟ في شهر 10 اهو يا شهر ابني، 10. خلاص تعدى لا شهرين هو من السنه. ممكن الرياضه ممكن يبدا دلوقتي بس هو ممكن بس يبدأ، مش هيلحق يراجع كويس. بس يعني انت متخيل هو اصلا لا احنا بنبقى بادئين شهر 8 وبنبقى مضغوطين. انت بتيجي في شهر 3 بتبقى عايز تاجل مم. 3 ولا 1 وعايز اذا ما فيش وقت. يعني انت شهر 1 فاضل 6 شهور على الامتحان وعايز تاجل، صباح الفل. ايه ده يعني؟ لا يعني فهو الثانويه الازهريه كده، هي ايه؟ مضغوطه وعايزه واحد يفضل مضغوط كل يوم كده اللي هو، بس هو متاقلم مع الضغط ده. يعني بالظبط. هو فاهم، هو مقتنع ان هو كده كده مضغوط، بس ما يبقاش ايه مريح بقى. يعني انا مضغوط انا اكيد مش هخلص، مفيش مثاليه، بس أنا في الاخر انا عرفت الرياضه بتتكلم عن ايه، عرفت الفيزياء بتتكلم عن ايه. ممكن اكون ذاكرت الدرس بتاع الفيزياء وما حلتش عليه. انا تقريبا الكيمياء ما كنتش بحل عليها خالص. كنت باجي مثلا اخر اسبوع ولا حاجه اروح حالل، فاهم؟ احل على درسين مع بعض كده اللي هو ايه، مش بعد ما بذاكر الدرس اروح حالل. جبت فيها كام بقى؟ وجبت فيها 57 من 60. انا جبت 57 من 60 في الكيمياء، وانا ما كنتش حليت فيها كتير. الماده اللي كنت محتاج فعلا فيها حل هي الفيزياء، لان انا عارف الفيزياء محتاجه حل. انا مش هقيس فهمي اصل السؤال اللي في قلبها مش هيتكرر بالنص في الامتحان، يعني لها فيزياء وافكار وكده. هي الماده الوحيده اللي كنت فعلا لازم احل بعدها على طول. لازم اذاكر الدرس واحل عليه، الفيزياء الوحيده، وجبت فيها 56 من 60. الاحياء كنت بفضل اذاكر جدا 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 جدا، وبرضه كانت نفس نظام الكيمياء كده تمام. بس طبعا اكيد مش اللي هو بسيبها ما احلش. انا باجي مثلا في اخر الاسبوع لو لقيت وقت فاضي للماده دي، يلا عشان مثلا ورايا امتحان شامل، ورايا امتحان على درسين، اروح حل مره واحده على الدرسين كده. ده مش بقول لك تعمل كده، يعني انت لو عرفت تحل بعد كل درس، يعني لو عرف يحل بعد كل درس يبقى يذاكر ويحل، يذاكر ويحل في كل ماده كده، ده يبقى كده تدين، فاهمني؟ لكن لا، هو انا كنت بلتزم بكتاب واحد، كتاب واحد كفايه احل فيه كمان، وما كنتش بخلصه كمان. هو الثانويه الازهريه كده، الثانويه الازهريه مش شبه الثانويه العامه. يقول لك الثانويه العامه اتغيرت، لا هي نفس الامتحانات. امتحان 2025 اللي هو بتاع الكيمياء السنه اللي فاتت، احنا مراجعين مع الطلبه. انا مراجع مع الطلبه كتاب المرشد وكتاب الطيب، اللي هم بيقولوا ايه ده النظام بتاع الازهر اتغير وبقى يجيب من كتاب من الوافي وكتاب مندليف بتاع العام. ايوه. ما جاش ولا كلمه منه، ما جاش ولا كلمه، كله من المرشد والطيب. يا ابني بقول لك الامتحان، مستوى الامتحان اكنهم بيمتحنوا امتحان ثانيه ثانوي يعني بتاع الكيمياء. لكن الفيزياء لا، هي الفيزياء خطر من زمان يعني. من زمان من زمان الفيزياء خطر يعني، سواء نظام جديد نظام قديم لازم تبقى فاهم وحليت عليها، ولو ده يعني تحل بعدها على طول بصراحه. ده بجد. انا حتى دخلت امتحان الفيزياء بتاعي، الفيزياء ما هي اللي حل. انا كنت فاهم عشان كنت فاهم كويس اتعاملت مع الامتحان. كان غريب جدا اول مره اشوف الاسئله دي، واحنا اصلا تقريبا كنا اول نظام يبقى فيه اختيار كتير. ايوه يعني احنا اصلا من 4 سنين، مش بعيد يعني. فكان اول نظام يبقى فيه اختيار كتير، والازهر يخش في الاختيار يعني شبه العام كده. هو اختياره لكن الاسئله ما بتبقاش صعبه قوي. الفيزياء لها حاله خاصه، احنا عارفين انها صعبه، لكن الكيمياء والاحياء والحاجات اللي زي دي، الحاجات دي طبيعيه جدا تعتمد على المرشد وتعتمد على كتاب الطيب. صح صح. كتاب المرشد وكتاب الطيب، وتقفل كمان يعني. هو بس الدرجتين دول بيبقوا سؤالين في قلب الامتحان، وانت اصلا معاك لحد 60 درجه. يعني اليومين دول التنسيق قل، يعني احنا تنسيق السنه بتاعتنا كان عالي، فما لحقناش لهندسه. انت في هندسه فاتتنا على 3 درجات او درجتين. حصل لوب في التنسيق كده في اول عالي التنسيق، عالي يعني. 20 السنه ما تفهمش ازاي 22 رجع تاني. التنسيق حاليا انت لحد 60 درجه، لحد 60 درجه او 60 درجه، تنقص 60 درجه وما زلت في كليه طبيه، تلحق صيدله، تلحق هندسه، فاهم؟ تنقص 60 درجه. انت كنت ناقص كام؟ 50 درجه ولا انا كنت ناقص 50 درجه و55 حاجه زي كده يعني، او وما لحقتش حتى هندسه. فتخيل بقى لما انت تنقص 60 و65 كمان، يعني 60 انت في كليه طبيه،
65 انت بتلحق هندسه. يعني انت بتتكلم في 89% اللي هو هندسه من 89%. تخيل 11% انت بتنقص، كتير جدا على فكره. انت لو شخص بيذاكر شرعي وعربي كويس ومخلص، انت كده تممت قفلتهم، انت ضمنت 57%. شرعي وايه؟ وعربي 57%. لو قلنا انت راجل ما بيعرفش يقرا ويكتب وجبت 50% في المواد العلميه، يعني 50، يعني المواد العلميه جبت فيها النص كلهم 30 من 60، انت كده وصلت لل 78%. 8 وكم؟ و70%. يعني بقول لك الشرعي والعربي دول سهلين جدا تقفلهم، انت كده جايب 57. المواد العلميه انت لو جبت فيها النص انت جايب 78. قول 80، قول كده كام؟ 80. طب لو انت راجل بيقرا الكتاب بس بيقرا المواد العلميه وبيحل ده بعد كل درس بس وخلاص، انت مش اقل حاجه تجيب 90%. ده اللي هو احنا بنتكلم مع شخص فاقد الامل، فاهمني؟ شخص بيعمل اللي احنا بنقول ملتزم التزام بسيط خالص، بيحل بعد كل درس وخلاص كده. كده انت وصل لك لل 90% مستريح، يعني 90% مستريح. لكن بقى شخص يعتمد بقى حس فعلا بالضغط وبقى مهتم بالكيمياء والفيزياء شويه كمان، فاهمني؟ زي ما بيذاكر طبيعي، مش بيروح يحل مليون كتاب، هو بيحل كتاب واحد في كل ماده، هتلاقي دخل في 95 مستريح على فكره، وجايب طب. ما هو مجموع طب اصلا السنه دي بتاع البنات ب 95%. 95%، تخيل، رقم قليل جدا على فكره، يعني تنسيق قليل بالنسبه للطب. زمان كان الطب من كام في المية؟ دفعتنا كان 99 97 97 ونص، وارقام غريبه كده، يعني بجد. يعني انت الموضوع سهل جدا، بس هو المواد كتير، فانت خليك ذكي. لا، التوازن مش هيتحقق. انت هتبقى لازم تبقى عارف ايه، معلومه عامه عن كل المواد. يعني المواد كلها انت عارف عنها كل شيء، مش اللي هو ايه، انا ما بداتش كيمياء لحد دلوقتي، انا ما بداتش فيزياء لحد دلوقتي. ده في عيال مبني مراكمين. بص، واحده داخله تقول لي ايه، انا مراكمه فصل كيمياء وفصل فيزياء وثلاث دروس احياء وكتاب الجنايات بتاع الفقه ونص كتاب الحدود بتاع الفقه، تمام؟ يعني انا مش عارف هي كانت ايه، وما بداتش رياضه. واحنا لسه امبارح الرساله دي. الانجليزي مش محتاج يتراكم اصلا. وازهر، يعني وازهر. ايه ده، انت ازهر وصلت للمرحله دي ازاي؟ يعني اللي هو ازاي ده؟ يا عم قول بتاع العام كده ماشي، عشان عندك 5 مواد ومريح. انت لو هتريح في ماده واحده بس ماشي، افضل من انك تريح في في الماده كل كلها. المواد كلها، صح. على الاقل انت ممكن لو اتزنقت فيها في الاخر تاجلها للدور الثاني. ايوه بس خلاص فهمت. لكن انا دلوقتي عايزين نبقى عارفين المواد كلها. ابقى عارف الكيمياء بتتكلم عن ايه، الفيزياء بتتكلم عن ايه كده، صح ولا لا؟ صح. بس لا، وبعدين في وقت، على فكره في وقت، والله انا لسه ايام بدري. ثانويتي كان في وقت. لا، مش مساله في وقت، لسه بدري قدام. هو عامه لسه بدري، يعني انت حتى لو شهر 12 لسه بدري، بس انا بتكلم اليوم في وقت برضه. اليوم في وقت. لا بس بالنسبه لو واحد مثلا مقضي يومه في الدروس وبيروح لا، ده آخر ما عندوش النهار. وقت. اللي مقضي يومه في الدروس ده ما عندوش وقت. الاونلاين بصراحه كان بيوفر وقت كتير، لو شخص ايه ملتزم. لو شخص ملتزم. مش شرط شخص ملتزم، ما انت برضه كل حاجه مش انما سهله. لا هيسوف لا زي كده. هيسوف، لا. ما هو انت الاونلاين بينجزك وبيفهمك، وبالعكس ما بتحتاجش تراجع. لكن انت في السنتر تروح الدرس، انت مش ضامن تفهم ولا ما تفهمش. طب لو نفترض ما فهمتش، بترجع تاني تشوف حصه على اليوتيوب، بتقعد ساعتين بعد الدرس، فانت كده اكنك قعدت كميه كبيره عشان تفهم بس. ده بالظبط. ما ينفعش مع طالب ازهري، انت عايز تخلص، عايز تنجز، ويومك يبدا من بعد الفجر. يا عم مش تبقى صعبه قوي بعد الفجر، يومك 8 الصبح تكون بادئ، فاهمني؟ 8 الصبح بادئ، معاك بقى مذاكره. ما تفضلش بقى ايه، اللي هو الدلع بعد الدروس، نروح مع زمايلنا هنا، نروح مثلا نلعب حجز كوره هنا كده. الحاجات اللي زي دي مش متاحه اصلا في الثانويه الازهريه عامه. انا عن نفسي ما كنتش بعمل كده. ممكن ساعه. يعني ساعه في اي وقت فاضي يوم الجمعه، وكمان بيبقى معاك وقت كمان. يعني ما بنقولش ان مش، بس هو فعلا في وقت، فعلا في وقت. لو واحد منظم فعلا هيلاقي وقت، تمام. ومش محتاج ان هو يحل كتير. يعني خلاص، احنا بنقول لك ابسط الاشياء هي هتخليك تعدي 90% كمان. بدك تقول لهم اي نصيحه بقى، عشان احنا اتكلمنا كتير. اي نصيحه؟ خير الاعمال ادومها وان قل. يعني انت لو انت هتخليك مداوم دايما ولو على حاجه قليله جدا. يعني مثلا انت هتفضل تذاكر كل يوم مثلا ساعتين بس في اليوم، مش مطالب منك اكتر من ساعتين. ساعتين بس في اليوم ده انت هتعمل اكبر انجاز في حياتك. انت ممكن ترتب اول الجمهوريه بالساعتين مذاكره في اليوم. بس الساعتين اللي هم الساعتين بقى خلاص، انت جبت اللي انت ذاكرته في اليوم ده، انت او اللي انت مثلا تشرح لك في اليوم ده انت ذاكرته بتركيز خلاص. بس خلينا واقعيين، مفيش ساعتين، يعني مفيش ساعات، يعني يذاكر 4 ساعات. يعني انا برضه ساعتين مثلا انت مثلا خدت ثالثه ثانوي اقول لك على حاجه، انت مثلا خدت مثلا درسين النهارده. مثلا درس شرعي اي تكن ماده، ودرس ماده احياء مثلا. ساعتين للماده في اليوم. ساعتين وساعتين، ماشي. ساعتين وساعتين، انت كده ساعتين للماده وساعتين الماده في اليوم. انت لو واظبت نفس الماده خدت فيها ساعتين كل يوم، يعني انت كده خلاص كده تمام. ده مش محتاج حاجه تاني فعلا.
لو كل ماده فعلا ذاكرتها بعد ما خلصت درسها بالظبط. يعني ذاكرت خلاص، بس اخر الاسبوع مش مثلا، شرط تحل كمان. اخر الاسبوع هتقرا اللي انت اخدته، تقرا بس ما تذاكرش، تقرا اللي انت اخدته، وقراءه سريعه كمان اللي هو فاهمني بتركيز بس كده. تمام. في حاجه تانية؟ الامتحانات الدوريه مهمه جدا، دي بتفكرك انت بتخليك تراجع. الامتحانات الدوريه بتخليك تراجع اللي انت اخدته، حتى لو انت ما ذاكرتوش هتراجعه وتقراه تاني. بالظبط. هتقراه تاني هتفتكره، لان طالما ذاكرته قبل كده ترجع له تقراه مراجعه، قراءه سريعه او مراجعه سريعه. طالما انت مذاكر قبل كده تفتكره. هتمتحن امتحان، اي امتحان بيثبت، اي امتحان ما بيضرش. انا ندمت جدا ان انا ما كنتش امتحن امتحانات ادب ونصوص في الثانويه. ادب ونصوص نزلت فيها، ما كنتش امتحن. الصرف كنت امتحن كتير، فالحمد لله يعني كنت خاف منه كتير جدا يعني، في الاخر قفلته. فالامتحانات الدوريه والمراجعه كل فتره، مثلا كل جمعه كل شهر لازم يكون في مراجعه دوريه وامتحان دوريه. دي بتفكرك بالمعلومه اول باول، لانك لو ركنت المعلومه وجيت اخر السنه عايز تسترجع المعلومه هتكون استرجاعها صعب، كانك بتذاكرها مثلا نص مذاكره او من جديد، نص مذاكره زي الاول او كانك بتذاكرها من جديد. ايوه لازم يجيب على الاقل انما المراجعه الدوريه هتسهل عليك المراجعه قبل الامتحان. ايوه كتب المراجعه النهائيه لازم تكون موجوده بالظبط. يعني انا اللي وفق بصراحه، اللي ساعدني اخر السنه ان انا جبت كتب المراجعه النهائيه. كنت بعد سنه بخلص الفصل الكيمياء مراجعه واحل عليه، فصل فيزياء التاني واحل عليه كده. لان انا ما كنتش بصراحه، انا عن نفسي انا ما حلتش امتحانات كامله يعني، ما حلتش امتحان شامل. هي وناس كتير بتقول غلط، بس زي ما انت بتقول كده، لكن انا ما عملتهاش برضه يعني. ممكن تكون غلطه وممكن تكون لا، ما اعرفش دي. بس انا كنت بعمل ايه؟ كنت بذاكر الفصل واحل عليه من الامتحانات. مش شرط يكون امتحان شامل على المنهج كله. انا بتكلم شامل مثلا على الفصل، على الباب. شامل. ايوه ده اللي انا كنت بالظبط. بعمله. ده مش يعني بالعكس، الامتحان الشامل على الفصل على الباب ده هيخليك تتوسع يعني، تحل كتير على الباب او على الفصل. تتمكن من الباب اكتر، احسن ما تحل مثلا امتحان كامل بيجي منه نقطه ولا نقطتين من الباب. بالظبط. وبيخوفك مثلا تلاقي نفسك جبت في ماده مثلا امتحان شامل على الماده كلها، نقصت كتير مثلا، انت تخاف. لا، انت لما تحل كتير على كل باب على كل فصل ده هيكون افضل بكتير من انك تحل شامل على المنهج كله. وبس. بس كده. في حاجه تانية محتاج تقولها؟ انك لو عايز تحل برضه شامل على المنهج كله، ممكن في الاخر خالص مثلا، مش قبل الامتحان، بعد ما تخلص في المراجعه النهائيه اللي هو بتبقى في شهر 5 و6، تحل شامل على المنهج كله وتدرب نفسك عليه، او تدرب نفسك على جو البوكلت يعني. اما بقى بالنسبه قبل الامتحان، اوعى تحل شامل، لان ده هتحس ان انت يعني لو حاجه نسيتها او حاجه مش فاكرها هتتوتر. انت ممكن تراجع مراجعه سريعه الاول على المنهج كله، مراجعه سريعه قراءه، لازم تجيب منهج كله قراءه عشان لو في حاجه انت ناسيها تفتكرها. وبعدها عايز تحل امتحان شامل تدرب ايدك براحتك، عايز تحل امتحان السنه اللي فاتت براحتك. يعني انا في الفيزياء افتكر ان انا حليت امتحان 2019 اصعب امتحان فيزياء في الفتره الاخيره، كان امتحان 2019 حليته كله قبل الامتحان بعد الفجر يعني، سبته اخر حاجه خالص. رجعت الاول الفصول كلها وبعدين رجعت حليت الامتحان ده بعد الفجر. بس كده. وقصده يقول لك ان انت ليله الامتحان تجمع فيها اكبر قدر من المذاكره، المعلومات تبقى حاضره في مخك، لان انت مهما تحل الاسئله مش هتخلص. بالظبط، مش هتخلص ومش هتجيب لك المنهج كله. مش هتجيب لك المنهج كله. انت مثلا ممكن تذاكر درس وتقول يلا احل عليه عشان اتمكن منه، لا انت ممكن تذاكر الدرس اللي بعده افضل من انت تفضل تتمكن من الدرس الاولاني. لا هو خلاص احنا ذاكرناه مذاكره متمكنه اهوت، خلاص مش لازم اعرف بقى كل الافكار، لا خش على الدرس اللي بعده، الم المنهج. بالظبط. انت الامتحان بتلم المنهج، بتلم المنهج حتى لو قراءه. ما تسيبش حاجه، لان معظم الامتحان بيبقى تقريبا 70% منه سهل، لان بطبيعه الحال انت حاجه دي انت ذاكرتها قبل كده. انت بتقراها ليه؟ بتقراها عشان تسترجع اللي انت ذاكرته قبل كده. لو ما قراتهاش ممكن تكون طايره من دماغك، مش تفتكرها في الامتحان. فالقراءه دي بتخليك تسترجع المعلومه من تاني، وبتلم درجات كتير جدا في الامتحان. احنا داخلين الامتحان نلم درجات، احنا مش جايين نفهم ماده دلوقتي في ليله الامتحان، فاهمني؟ بالظبط. بس كده وبس. اتمنى في نهايه الحلقه ديت ايه لا استنى بقى، احنا ممكن نبدا نقول كده ايه. لا ما تفردش رجلك عشان لسه هبداها وبعد كده هخليها سويتش. انت بتعمل كده كل حلقه؟ بعد ما بخلص الحلقه بقى ده بيصور يعملوا كده. رجلي وجعتني والله. طب ماشي لم يا ابني عشان دي ام البتاع نملت يا عم. يا عم اتفضل بقى، بطل اكل بقى، اجمد.